اهلا بيك واهلا بيك كل الزملاء اللي هيسمعوني. ده طبعا اللي في منهم مش ناوي يسمعني من الاول، واهلا بيهم برضه. هل اليوكي اختيار مناسب ليك؟ هي منظومه قاسيه، انا لا انكر هذا. ال 4500 وظيفه تدريبيه اللي موعودين بيهم، هناخد وظائف من الجراحه والباطنه نحولها لتدريب جي بي وسايكاتري. انا حدي امر مباشر تراستات، انا عايز 4500 وظيفه هاتوه والا انا هنزل اجيبهم. الدنيا فعلا بتقفل. مفيش في انجلترا حاجه اسمها وظيفه بيرمننت، وانا عارف انا بقول ايه. الوضع اتغير، كل وظيفتين تدريبيين بيحتاجوا 3 سيرفيس جوبز يتحولوا، هو عقد جواز عرفي. انا بقول الكلام ده من 2020. ما عادش في وظايف. البلد بتقفل، لا تعني شيء الا في ال3 وظائف، بقت انفير. خلاص بقى اللي ذاكر ذاكر. انا كنت بوصل ساعه الجونيور ل 90 و100 جنيه، يوم ما النتيجه تطلع هعينك، استثناء واتقفل. الدنيا وردي زي ما الناس بتقول. شفت في انجلترا وبيوت اطباء مصريين لا تحلم ان انت تشوفها في مصر. يعني خلاص اللي جوه اتحبس واللي بره كمان اتحبس. الخطوه اللي بعديها ان انت تبقى يو كي جراديوت وانجليزي، بعدين هتيجي فريش جراديوت تعمل ايه؟ ما هو التدريب اتقفل. ايه نصيحتك لاي حد في مصر عاوز يجي هنا؟ انا مش عاجبني بيتي، طب هنام في الشارع؟ خد تخصص، خد خبره واشتغل فيه بايديك واسنانك، عينك في وسط راسك. احنا عندنا طلب الطب مش هتلاقي نيابات. النصيحه الحقيقيه اللي هي ما تعجبكش. في مره كان في اكتر من 300 رد، انت مش فاهم حاجه. انا معاكم دكتور خالد مصطفى. في ده ارد عليك بمنطق بريطاني، لا ده انبطاح، ده مش عارف. مرحله التصادم حتى لو كسبت فانت خسرت. هل فعلا طريق انجلترا قفل للناس اللي في مصر؟ طريق انجلترا عمره ما فتح للناس اللي في مصر. انا في 2016 لما كان حد بيكلمني من في مصر او من اللي في مصر بيقول لي يا دكتور مصطفى انا جاي على بلاب 2، هقعد في مانشستر، هقعد في بلاب 2. ردي ليه؟ خلص بلاب 2 تعال اعمل عندي كلينيكال اتاتشمنت، لما النتيجه تطلع، يوم ما النتيجه تطلع هعينك. ده فعلا ده عرض. انا مش بتكلم على حاجه بسمع عنها، انا كنت بتكلم على حاجه انا فاهم بعملها. يا دكتور بدر، احنا كان في اوقات علينا بعمل انترفيو لاسات شوز ما فيش حد بيجي الانترفيو. انا ما زال ليا زملاء افاضل بيتذكروا كانوا بيتخانقوا معايا في طوره المستشفى، يقول لي مش هاجي لك، انت مقعدني يوم مستنيين 2 أو 3 ما فكروش حتى يعتذروا على المقابله. ده كان الوضع اتغير. برضو احقاقا للحق حاجه احنا مش متعودين عليها. السياسه الانجليزيه سياسه مش هرميه، مش واحد فوق بياخد قرار والكل بينفذ. هم كلهم بيشتغلوا مع بعض بالتوازي، يسموها البارل مانجمنت. احنا كلنا بنشتغل في منظومه واحده. لما حصل مشكله في الاطباء، انجلترا ابتدت تحط منظومه على المدى الطويل جدا انها تغطي العجز ده. المنظومه دي بتبتدي من كليه الطب ان هم يزودوا عدد اماكن الاطباء، بتبتدي ان هو يخلي عدد الاطباء اللي في منظومه يزيد. فمن الحاجات اللي عملوها مثلا غيروا سن المعاش من 60 ل 67 او 66. معنى كده ايه؟ معنى كده عندك عدد سنين من الطب متغطيه بناس مش هتقدر تطلع معاش. طلبه الطب بيزيدوا. اللي حصل ان هذه المنظومه بدات تؤدي ثمارها تدريجيا في 2019 2020. جه الكوفيد بقياس الخطر او الريسك اسسمنت زي ما بيسموه، ان كان 30% من الاطباء الاجانب اللي زيي هيموتوا. ده خلى المنظومه تخاف. عمل ايه؟ فتح البلاب زمالات. كان في زمالات كتيره جدا، حتى الامتحان بقى يتعمل اونلاين. الناس اللي معاها حتى ما معاش لغه دخل. هو سرع الناس اللي هو محتاجها تدخل. هو دلوقتي بيعمل ايه؟ بيقفل عليها وبيصفيها، بيختار الاحسن والافضل واللي هيخدمه اكتر. هل هيظل في مكان للناس اللي عايزه تيجي بريطانيا؟ هيظل. بريطانيا مش اغبيه، بريطانيا هيظل يقبل الناس زي ما انا جيت في 2000 متدرب كويس في تخصص نادر عنده استعداد يخدم البلد. نصيحة لأي شاب بيفكر في بريطانيا، فكر بمنظومي أنا. أنت هتخدمني إزاي؟ هتساعدني بإيه؟ الغريبة جدا اللي أنا بلاحظها إن إحنا لما شيل اسم بريطانيا وحط أي بلد من البلاد الجميلة الرائعة اللي المصريين بيهاجروا فيها في الخليج أو خلافه، المنطق ده مقبول جدا. شيل أي اسم ده، قول يا جماعة أنت هتقدر تفيد إيه بلد الفلانية والعلانية، تلاقيه عنده استعداد. لكن في بريطانيا الناس لا، أنا جاي أجرب، ده أنا جاي أعيش، ده أنا جاي أشوف أحوالي، ده أنا جاي أقعد هنا فترة وأسيبكم بعد ما أخد الشهادة والجنسية والإقامة. كلام ساعات انا بصراحه كواحد من الناس انا بتضايق. طب انت جاي تاخد الجنسيه ليه؟ ما هي الجنسيه دي في ميعاد انك تركب الطيران المخفض بتذكره قليله وما تعملش ترانزيت في اوروبا، هتفيدك بايه؟ الحياه في انجلترا انت تيجي تعيش وتتاقلم مع الحياه هنا. ما هي فائده الجنسيه الا اذا كنت هتندمج في المجتمع، واذا كنت متخيل، وانا بتكلم على كده وانا بحمل الجنسيتين المصريه والبريطانيه، اذا كنت متخيل انت الجنسيه البريطانيه هتنزل زي افلام المشهوره بتاعت مصر، همام في امستردام وعسل، ده ما بيحصلش. طالما ان انت بتتحرك في اطار معين انت مسموح لك، لكن بره هذا الاطار انت بتتعامل بجنسيه بلدك. فلو انت متخيل لا ده انا بطلع اعلم على الناس ولما اروح في اي حته في الدنيا لا ده انا بكلم السفير البريطاني السفير بيجي لي، ما بيحصلش. لكن انت هتستفيد ايه بالجنسيه؟ بديها لاولادك. طب ما اولادك هيعملوا ايه؟
ولادك هيتعلموا في مدرسه هنا، هيتعلموا التعليم هنا. الشباب الصغير لسه ما عندوش اولاد هيشوف بيتعلم نظام تعليم بريطاني عشان يدخل جامعه بريطانيه يتعلم حاجه لسوق العمل هنا. نظريه ان انا اجي واخده جنسيه، طب انا برضو مش فاهم هتعمل بيها ايه؟ هي لا تباع ولا تشترى. اللي عايز يجي بريطانيا هيكتشف بسرعه شيء، وده اعتقد ده عامل مشاكل كبيره جدا للناس اللي رأت بريطانيا كبديل لبلد كهجره، انه لقى نفسه عمال ينغمس تدريجيا في البلد ويمكن هو مش عايز كده. بتدفع ايجار مهول. طب الحل ايه؟ الحل ان تاخد رهنيه عقاريه زي ما البلد كلها بتعمل عشان تشتري. طب انا مش موافق على الرهنيه العقاريه. طب انت عايز ايه؟ ما انت الموضوع مش رهنيه عقاريه، رهنيه فيك وفي عربيتك غير كده هتلاقي ان انت ماشي ضد اتجاه البلد. حتى لو انت قدرت، طب اولادك هيعملوا ايه؟ ابنك لما هيطلع هيشتري بيت منين؟ ما هو مش هيقدر يشتري كاش. هو منظومه انه يشتري بيت صغير برهنيه، هتعمل معاه ايه؟ طبعا انا بسمع كلام ساعات، كلام الزملاء يقول لك لا اصل احنا في كندا بنكسب 5000 مليون جنيه، مش عارف في امريكا ده انا بدون دولارات شيل. انا ما لاحظتش ده مع زملائي. امريكا يمكن بيكسب الضعف لكن بيدفع في البيت 4 اضعاف. كندا بيكسب 3 اضعاف، لكن ان انت تسافر من مكان لمكان في كندا ده لوحدها رحله يومين. ده رايي. انت عايز تيجي بريطانيا ليه؟ بريطانيا بلد جميله جدا لكن هي منظومه لا ترحم، فانت لازم تيجي تؤدي. لا ده انا جاي واجرب لا هم عايزين، وهم ابتدوا دلوقتي يعملوا كده فعلا. وهتلاحظ ان كتير جدا من الزملاء حتى بدون غلطه ابتدى يتم انهاء عقودهم وقفلها. هي بريطانيا خدت اللي عاوزاه وابتدت تنقي في الناس اللي جوه. لما انا جيت كان دخول كليه الطب كان الى حد كبير سهل. دلوقتي اللي فينا عنده اولاد في سن الدخول هيعرف قد ايه دخول كليات الطب في بريطانيا بقى في منتهى الصعوبه وفي منتهى التنافسيه، اصعب من مصر. الحقنه الجينيه اللي كانت بريطانيا محتاجاها مش بس في الطب، في كل المجالات وصلت. هي هتبتدي بقى تحاول تشكلها على حسب هواها. بس لازال في جاب لو حد في مصر حابب يجي. الجاب ما بقاش على مستوى الدكتور الصغير. هعمل بيه ايه؟ يعني هعمل بيه. ما انا عندي فريش جراديوتس، يعني انا في خناقه مستمره مع المستشفى. هم عايزين ياخدوا الوظائف الخدميه يحولوها للفاونديشن اللي هو وظائف الامتياز، لان ما عندناش احنا وظائف كافيه للامتياز اللي جوه بريطانيا. فالفريش جراديوت ده هعمل بيه ايه؟ برضه عشان نبقى واضحين، المنظومه الصحه البريطانيه منظومه قوميه فيها 2 مليون موظف. من الوارد جدا كل 20,000 اعلان ان واحد يجي كفريش جراديوت، لكن انت هتيجي بعدين هتيجي فريش جراديوت تعمل ايه؟ ما هو التدريب اتقفل. ودي نقطه مهمه نتكلم عليها برضه، ان التدريب اتقفل. اولا هو اتقفل ليه التدريب اتقفل؟ التدريب اتقفل لان من الصعب جدا تقنع المواطن المصري ان انت مثلا بتدفع الافات الجنيهات، مئات الالوف من الجنيهات في المدارس الخاصه مثلا، وابنك يجي يدخل الجامعه ماليش مكان. هو ده اللي بيحصل في بريطانيا. لو دخلت كليه الطب يا دكتور بدر هنا بتطلع بديون حوالي من 100 ل 150 الف جنيه، ده لو انت من ابن البلد. ملناش دعوه طبعا بجامعات زي اوكسفورد وكامبريدج اللي السنه للطالب الاجنبي بتوصل ل 70 الف جنيه استرليني مصاريف فقط. ده قصه تانية. فانا لو ليا ابن، وانا على فكره ماليش اي من ولادي دخل الطب بيخرج ب 150 الف جنيه استرليني. طب ما هو بيجي يدخل حاجه تخصص زي اللي احنا بنحبه، الجراحه مثلا، يلاقي جنبه جراح من افريقيا او من الهند، راجل عنده خبره 20 سنه في الجراحه بينافسوا على نفس الوظيفه. بقت انفير. ابن البلد دافع مئات الالوف من الجنيهات ومديون بيها ومطالب انه يسددها، في المقابل بيجي له ناس باكثر خبره طبعا عندهم وعاملين بقى كل ما تتخيل ولا تتخيل، بيجي نفسه على الوظائف. انت ايه رايك؟ هي في بلد في الدنيا تسمح بده؟ الحاجه الثانيه ان الفريش جراديوت يا جماعه انتوا قلتوا للناس والناس سمعتكم، ده الناس احترمت كلامكم. اغلبكم قال يا جماعه انا جاي هنا اخطف الجنسيه والاقامه واتعلم وابقى استشاري وهوبا اطلع على بلد تانية. طب انت لما تسمع كده تفتكر تعمل ايه؟ انت ايه رايك يا دكتور بدر؟ لو انت مسؤول عن خدمه صحيه بيجي لك 30 او 40% من المدربين وغرضهم انهم ياخدوا التدريب منك ويمشوا. الناس احترمت رايكم، ده الناس سمعتكم وصدقتكم. انا يا دكتور بدر حاجه اخطف عربيتك، هتعمل ايه؟ هتخبي مني المفتاح. ما هو طبيعي. اللي مش بيفكر كده اتضر واتاخد في الرجلين بقى، اللي هو كان جاي وعايز يقعد ويشتغل ويكمل هنا، ده اتاخد في الرجلين في القرار ده ولا ايه؟ ما هو مازال بيشكل منافسه كبيره جدا على ابن البلد اللي عايز ياخد التخصص ده. وبعدين احنا بنتكلم كده كاننا اصحاب حق. انا بعد 26 سنه في انجلترا ما زلت اعتبر نفسي ضيف خفيف، احاول ابقى ضيف خفيف. هل من العدل ان الطبيب المصري يروح ياخد تخصص في جامعات ليبيا مثلا؟ هل ده مسموح؟ هل مسموح ان الطبيب الجديد من الصومال ياخد نيابه في جامعات السودان؟ هي في اي بلد في الدنيا بتسمح لابناء اللي جايين من خارج البلد انه ياخدوا وظائف تدريبيه في بلادها؟ هي ممكن الرد الجدلي على الموضوع ده ان هي بريطانيا هي اللي فتحت الباب ده في الاول، وفتحت
الزمالات والمعادلات، والناس اللي في مصر وافريقيا والبلاد دي كلها يعني برضو دفعوا كتير بعملة بلدهم عشان يمتحنوا الزمالات دي عشان يقدروا يجوا بناء على القوانين اللي هي عرضتها، يعني هم ما فرضوش عليهم. هي بص يا دكتور بدر، انا هقول لك حاجه. كثير جدا انا تعرضت لبعض، مش هقول اساءات، بس بعض. انا بقول الكلام ده من 2020 على كل كتاباتي، هتلاقي ان انا بقول يا جماعه قوانين في بريطانيا ممكن تتغير في ثانيه لصالح ابن البلد. اي حد ذو عقليه كان شايف ان ده هيحصل، ان انت بتستثمر فلوسك في طريق على اساس ان القانون ده هيسمح لك تتساوى بابن بلدك. ده ما بيحصلش في مصر، ما بيحصلش في اي بلد خليجي، ما بيحصلش في اي بلد في العالم. استثناء واتقفل. عارفين ان ده حصل قبل كده في 2012 و13 و14، ولما جت الانفراجه بتاعت 2019 الدنيا فتحت وكوفيد سهل الموضوع اكتر، فالناس ما كانتش وانا واحد منهم يعني ما كناش متصورين ان الدنيا هتقفل بالسرعه دي، ان القرار يتاخد في يوم يتنفذ بعدها بشهر الدنيا تقفل في على جروبات بعض من الزملاء الافاضل. انا كاتب هذا الكلام في 23 و24 و25، بقول لهم يا جماعه انا شايف من موقعي الصغير كمدير ان الكلام ده بيتحضر، خدوا بالكم. مره كان في اكتر من 300 رد، انت مش فاهم حاجه. ده الكلام ده اتقال لي فعلا، لدرجه ان في ناس من يا جماعه انا بقول لهم انا بكتب بشخصيتي وباسمي. فحتى فيهم واحد راح عمل يعني تحقيق، ده فعلا ده دكتور مصطفى فعلا حقيقي، ده هو دي شخصيته. بالنسبه لنا ما كانش مفاجاه خالص، ده احنا شايفين كل البوادر اللي ده بيحصل. مش عايز اقول ان انا شايف هذه البوادر اللي انت شايفه ده بدايه الفكره مش اخرها. اللي انت شايفه ده لسه هم ما فتحوش اول صفحه في الكتاب. الله يطمنك يا دكتور مصطفى. انا بقول لك الحقيقه عشان الناس تاخد بالها. هو هيضغط الى اقصى درجه على بيعمل اللي بيسموه في الهندسه ستريس تيست، بيضغط عليك يشوف مين فعلا هيقعد. من الحاجات اللي انا بسمعها من اقاربي في الانجليز ان انتوا ما شفتوش البلد دي لما كانت حالتها تاني. البلد دي في وقت من الاوقات كانت حالتها اسوأ بكثير من بلاد كثيره عربيه. في السبعينات كان بيحصل انقطاع للتيار الكهربائي، نسبه الفايده كانت 16%، كان حجم التضخم مهول. البنك الدولي اللي احنا بنتريق عليه في مصر جه ينقذ بريطانيا، اقتصاد بريطانيا في سنه 97 فعلا. لما ده يحصل كام واحد بقى منا هيستمر في البلد؟ يعني تخيل انت يا دكتور بعد لو انت قاعد دلوقتي ان ايجارك دلوقتي وصل ل 70 و80% من مرتبك، هتقعد؟ تختلف برضه يا دكتور على حسب انت وصلت فين واولادك فين وظروفك كلها ايه. ما هو اغلب الناس، انا سامع كتير من الناس يا جماعه ده احنا جايين اول ما الولاد تكبر بس وتشد حيلها وناخد الجنسيه هوبا هنرجع على بلدنا. ما بيحصلش. هو وانس ان الاولاد كبروا ودخلوا مدارس يا جماعه هنا خلاص الجذور بتتربى، بيلزق غصب عنه حتى لو عايز يمشي. ده صحيح يا دكتور بدر، لكن الاعمال بالنيات وهم بيسمعوا كلامنا. هو الراجل احترمك، سمع كلامك وسمع اللي انت بتقوله بشكل علني. انا مش عايز اقعد في البلد، انا مش عاجبني اسلوب البلد، مش عاجبني حياه البلد، مش عاجبني مبادئ البلد، انا بس ربنا يكملنا بينها على خير، ناخد العيال على الار وجنسيه ونرجع. انت بتقول كده فرد. بعد موضوع التريننج اللي هو اللي اتحدد ولسه كمان الراوند الجاي موضوع اصعب شويه كده، فرصه ان حد في مصر يخش على التريننج دايركتلي دي 0% خلاص. اللي ده جه على مصر دخل تريننج دايركتلي بيخاطر اولا بمخاطره شديده جدا. يا دكتور انا غيرت وظيفتي في بريطانيا بعد 15 سنه. تراست كانت بتقول لي تعالى في عرضك الحقنا، انت عارف كل شبر في تراست. انا قعدت 6 اشهر قبل ما افهم المنظومه الجديده. اللي بيجي من مصر بيدخل في التريننج بيلاقي مشاكل كتيره جدا، ده منظومه مش مفهومه خالص. هو ما عادش موجود اصلا الطريقه يعني، وما عادش موجود. اللي بيجي بقى من مصر كان بيجي الاول على سيرفيس جوب اللي هو الطريقه الطبيعيه التقليديه، وبعد كده يحاول يخش على تريننج بعد سنه او سنتين او 3. برضه في الوضع الحالي الدنيا اتقفلت عليه، يعني هو اتلزق في السيرفيس جوب، والسيرفيس جوب دي حاليا محتاجين انهم ياخدوها يحولوها تريننج جوب. ده صحيح، فاتحط كده في مأزق هو. ده حقيقي. وبعدين مش السيرفيس جوب، مش اي سيرفيس جوب تتحول تريننج جوب. سيرفيس جوب هي النموذج، كل وظيفتين تدريبيين بيحتاجوا 3 سيرفيس جوبز يتحولوا. ال 4500 وظيفه تدريبيه اللي موعودين بيهم، اولا ما فيش فلوس جديده جايه. جزء من مفاوضات نقابه الاطباء الBMA مع الحكومه ان احنا هنزود فرص التدريب، لان حاليا مع زياده عدد المتقدمين لكليات الطب في بريطانيا ما بقاش فيه اماكن تدريبيه ليهم لما يخرجوا. النقابه بتقول يا جماعه طب احنا عندنا طلب الطب مش هتلاقي نيابات، هتروح فين؟ فالحكومه وعد بانها تزود عدد النيابات التدريبيه 4500 نيابه. ده في المفاوضات الاخيره اللي بتحصل ومعروضه على الاطباء الشباب للموافقه والاعتراض عليها. ال 4500 نيابه دول عشان يتحولوا مفيش فلوس جديده، يعني الحكومه مش هتدينا فلوس جديده، ده هي بتقول لنا عد كده في المستشفى شوف انت عندك ايه والفلوس اللي هتقبل تدريب. طبعا دي عامله مشكله كبيره جدا، لان اولا الوظائف الخدميه اللي اتخلقت وقت الكوفيد موجوده في تخصصات يمكن مش هي الوظائف التدريبيه اللي محتاجاها. يعني مثلا محتاجين GP وسايكاتري، فالخدميه مش في الاثنين دول اصلا، في الجراحه وفي البطنه. فانت كده هتدخل في مناقشه، احنا هناخد وظائف من الجراحه والبطنه نحولها لتدريب GP وسايكاتري.
فالجراحه والبطنه مش هيوافقوا. هي دي بقى المشكله، لاي مدى تفرض على الناس دي انها تسيب الوظائف الخدميه وتحولها. في السايكاتري الوظائف الخدميه اساسا قليله جدا، لان هي زي ما قلنا هي وظائف كونسلتنت، فدي بره المنظومه، يعني مش هيحول وظيفه استشاري لوظيفه متدرب. هي المنظومه قاسيه، انا لا انكر هذا، بس دي هتتعلمها في انجلترا، المنظومه دايما قاسيه. انا كنت بقعد اضحك على الناس لما يقولوا لي في واحده في 2017 وانا عندي نوبوتشيات مش لاقي فيها دكتور اسد شو اللي هو طبيب صغير يستلم النبطشيه. يعني انا كنت يا دكتور بدر اكلمك، معلش يا دكتور بدر النهارده المستشفى ما فيهاش حد خالص، بنتكلم عن مستشفى المفروض فيها 12 متدرب وطبيب، ما فيهاش ولا واحد. معلش انزل غطي النبطشيه وخد اللي انت عاوزه. ده كانت عروضي فعلا، لا انا عملت الكلام ده فعلا. انا كنت بوصل ساعه الجونيور ل 90 و100 جنيه، مش هزار. لما كانوا بيقولوا لي ان احنا في 2024 هيبقى التدريب امتلأ بالكامل، انا كنت بهزر، اقول لهم يعني انتوا بتهرجوا يا جماعه، تعالوا شوفوا المستشفى عندي. في 2024 اتعلمت ان هم عندهم حق. الخطه الحاليه ان الاستشاريين وظائف الNHS توصل لمرحله الاكتفاء الذاتي بتقول ما بين سنه 2030 ل 32. لاحظ برضو حاجه يا دكتور بدر، الوظائف السيرفيس جوبز بتاخد من ميزانيه الاطباء عموما. طب انت عندك في الجراحه مثلا 1000 استشاري هيطلع في السنه، هيروحوا فين؟ هي نفس المشكله اللي حاليا بتواجه بعض من زملائنا الجي بي، وانا بتكلم من تخصص انا عارفه جدا لان تخصص في اسرتي هنا في انجلترا. الجي بي احنا ما كناش لاقيين جي بي. امبارح جاري كلم الجي بي عشان تعرف، احنا كان مواعيد الجي بي بالنسبه لنا في المنطقه بتاعتنا اللي هو يعني تشوف رئيس الوزراء اسهل من تشوف الجي بي. الراجل بيقول لي امبارح، يقول لي هو ايه اللي حصل، انا شاكك في الموضوع. قلت له ليه؟ قال لي كلمت الجي بي الساعه 1:30، الساعه 2:30 رد عليا، الساعه 3 جالي البيت. وده في منطقه كانت بتعاني بفقر شديد من الجي بي. خدمات الجي بي اللي ملحوظه حاليا نتيجه للناس اللي جت بصراحه بتتطور بشكل قوي جدا. طبعا فيها مشكله ان قدره التفاوض على المرتب وعلى ظروف العمل وعلى الجي بيز وكان اختفت تماما. وظيفه السالري جي بي في الاوقات العجاف اللي ما كانش فيها جي بيز حولت لجلسات واخدينها الناس زياده، تمريض عالي المستوى. الناس دي التيرن اوفر بتاعها عالي، شويه بشويه هتلاقي وظيفه، بس هو برضه سوق. والجي بي السالري هتلاقي ان هو في اماكن كنت لا احلم ان انا الاقي فيها جي بي دلوقتي فيها جي بيز. بس هتخلق عنق زجاجه للناس اللي جم خدوا تدريب وهيعوزوا وظائف مش هيلاقوا مكان ليها على كده. هينزل الثمن، السلعه زادت بينزل الثمن، مبدا معروف جدا. هو ما بيدربش دايما، ما عندوش دايما فائض كبير من التدريب، يعني مش هيخلق مثلا 10000 دكتور متدرب جي بي وما لهمش وظيفه وهيقفل على الناس اللي عنده. لكن هو في الوقت الحالي ما زال سعر الجي بي عالي لدرجه انه عايز خط الانتاج يطلع. هو بيتحكم دايما في الانفلكس والاوتفلكس بتاع نفس المنظومه بالظبط، بحيث العدد يكون ثابت ومكفي احتياجاته. بالظبط. نرجع تاني لنقطة التريننج لما قفل على الناس اللي هم اللي في سيرفيس جوب. وهنا احنا خلاص عرفنا ان اللي جاي من مصر عايز يخش تريننج على طول، ده شبه مستحيل. ده صحيح. اللي جوه بقى هنا وعايز يخش تريننج يعمل ايه؟ وده لسه فيه فرصة قدامه. يحني رأسه للعاصفة ويستنى شوية بشوية، تدريجيا هتلاقي ان الفرص هتبتدي تفتح وتبقى موجودة. هو بيضغط عليك يشوفك انت فعلا مستعد تكمل ولا لا. ساعات بنسمع ان في ناس على وظائف بيرمننت، دول في مأمن من العاصفة. لا، مفيش في انجلترا حاجه اسمها وظيفه بيرمننت، وانا عارف انا بقول ايه. كلمه بيرمننت يعني عقدك مش مطلوب منه يجدد. العقود في بريطانيا انواع. عقد قومي اتفق شروطه واحكامه عن طريق عقد بين نقابه الاطباء الBMA والحكومه، ودول 3 عقود لا رابع لهم. عقد الاستشاري الحقيقي اللي بيسموه سبستانتيف كونسلتنت او مش اللوكم. عقد الاخصائي بيسموه SAS دكتور اللي هو سبيشالي دكتور ومعاه تخصص جنادي تلاقيه بس اسمه سبيشالست، كلام بيفرق. وعد التدريب اللي هو مقترن بان انت تتقدم في التدريب وتؤدي انت تطلع من سنه لسنه. دول ال3 عقود اللي هم فيهم كلمه بيرمننت. اي عقد تاني ان شاء الله اتكتب فيه كلمه بيرمننت لا تعني حاجه، هو عقد محلي بينك وبين التراست. بالمنظومه مع احترامي الكامل للشباب، انا في سن يعني كبير، هو عقد جواز عرفي له بعض المزايا لكن مش زي عقد الزواج الحقيقي اللي بيتم على ايد مأذون او في الكنيسه. ممكن التراست تفكه، ممكن الناس تتنصل منه، ممكن تغيره. ليك طبعا حقوق عماليه، لكن حقوق العماليه دي اتعملت عشان عامل المناجم الغلبان الفقير يلاقي ياكل. هم بيعتبروا الاطباء عموما من ذوي الياقات البيضاء، فمش هتدافع عنك بالشكل المختلف. في طرق كتيره جدا، يعني افرض انت دكتور طوارئ مثلا قاعد بقالك 6 سنين في الشغل والشغلانه بتاعتك اختفت ولازم يعرض عليك وظائف مختلفه. ممكن يعرض عليك ان انت تبقى CT1 نساء، دكتور ودكتور، انا مش طالب منك حاجه، ماليش علاقه بخبرتك، ماليش لا خالص، ولا يحتاج CT1 نساء. ده العقد. كلمه عقد بيرمننت لا تعني شيء الا في ال3 وظائف دي. وحتى ال3 وظائف دي ممكن التراست تاخد قرارات او تغير حاجات بحيث انها تخرج. لكن كلمه عقد بيرمننت احنا في راينا عقد دائم، احنا بنعتبره زي مصر كده اللي هو عقد الحكومه. انت كموظف حكومه انت ما حدش يعرف يدك ولا باي شكل. لا، في انجلترا ده مش حقيقي.
نصيحتك ايه لحد جه قال لك يا دكتور مصطفى انا في التراست مثلا بقالي سنتين ودي السنه الثالثه ليا، وجم قالوا لي ان دي اخر سنه ومش هنجدد بعد كده، وانا مش لاقي وظايف؟ ما توصلش لهذه المرحله، ما تحصرتش نفسك في هذه المنطقه. بقالك 3 سنين بتعمل ايه؟ خدت امتحان الزماله ولا لا؟ قدمت على تريننج حتى لو ما اترفضت ولا لا؟ غيرت في حياتك ولا لا؟ دورت على وظائف اخرى ولا لا؟ بص يا دكتور بدر، هشارك في حاجه من حياتي الشخصيه. انا الى الان وانا اقترب من سن المعاش بفتح كل اسبوع الBMJ اللي هي مجله النقابه، اشوف الوظائف الجديده اللي موجوده. قد ابدو مبالغ، لكن انا فعلا بقول لك ده فعلا انا بعمله. قرار تصفيه NHS انجلاند ده ليه علاقه بينا كدكاتره؟ طبعا NHS انجلاند عباره عن مؤسسه بتحكم العلاقه بين، او هي الوسيط بين المستشفيات المختلفه بنسميها في انجلترا تراستات وديبارتمنت اوف هيلث او وزاره الصحه. تصفيه NHS انجلاند بيخلي التراستات او المؤسسات الطبيه تتبع بشكل مباشر وزاره الصحه، وبالتالي القوانين اللي بتتغير سهل تطبيقها. هي منظومه غريبه جدا علينا اللي احنا مش متعودين عليها. في مصر لو حبيت اقربها لك، انت شركه متسجله في البورصه، والبورصه هي اللي بتحدد سعر اسهمك عن طريق الحكومه. لو الحكومه شالت البورصه يبقى فيها تحكم مباشر في شركتك، وده اللي بيحصل فعلا. اللي بيحصل حاليا هو ان ايد الحكومه المركزيه بقت اقوى على التراستات. لما الحكومه توعد ب 4500 وظيفه، هي هتجيبهم ازاي؟ ما انت دلوقتي الوسيط اللي في النص يقول لك لا ما احنا ما عندناش وعندنا، طب انا هرجع للتراست. لا خلاص، ما الوسيط ده اتشال، انا حدي امر مباشر للتراستات، انا عايز 4500 وظيفه هاتوهم، والا انا هنزل اجيبهم. متعودين في بلادنا من واحنا صغيرين ناظر المدرسه يتبعوا المدرسين، يتبعوا الفراش، يتبعوا الطلبه. هي مفيش هذه المنظومه، هذه المنظومه الهرميه مش موجوده. هي منظومه افقيه، مفيش حد بيديك اوامر من فوق، مفيش امر اداري ينزل الا طبعا في احوال نادره زي كوفيد مثلا او كده، لكن مفيش حد بيقول لك والله انت هتعمل شمال وبتعمل يمين. فهي منظومه اداريه قائمه على ان انت تقوم بعلاقات. اول حاجه. الحاجه الثانيه اللي تكتشفها في اداره مستشفى، ان اول ما بتطلع من جروب الاطباء اللي عاملين في مستشفى، انت مدير زيك زي حد تاني. مدير التمريض في اغلب المؤسسات اقوى من المدير الطبي، انه بيتحكم في عدد عاملين اكتر. ما ينفعش تدخل على مجلس اداره المستشفى بصوا يا جماعه انا اصلا المدير الطبي وهنعمل كذا وهنعمل كذا، مفيش. انت بتقنع الناس، فهي كلها عباره عن تصالحات وتربيطات سياسيه زي الانتخابات كده. في جمله مشهوره في انجلترا بيسموها ترانزاكشنال مانجر. ترانزاكشن مانجر اللي هو ايه؟ اعمل شمال اعمل يمين، اقفل شمال اقفل يمين. لا، ترانسفورميشن اللي هو يقول لك والله احنا راينا ان احنا نعمل كذا ويسيب الناس تفكر. طريقه تبدو لنا غريبه جدا وطريقه غير مفهومه، لكن دي الطريقه اللي الاداره مش بس في الصحه، في كل المؤسسات بتعمل فيها. انا هعمل ايه وانت هتعمل ايه، انا هستفيد ايه من قرارك وانت هتستفيد ايه من قراري، انت هتساعدني في ايه ومش هتساعدني في ايه. والمنظومه دي جزء مهم جدا فيها ان انت ما توصلش لمرحله التصادم. مرحله التصادم حتى لو كسبت فانت خسرت. قصه بقى ان انا لا ده انا هرفع عليكم قضيه وهجيب لكم مش عارف مين وتعمل الكلام ده، المنظومه الاداريه ما فيهاش المنظومه دي. لو حد لسه بيبدا شغلانه جديده في NHS، لسه بادئ جاي من مصر او جاي من اي مكان ودي اول سنه او سنتين ليه، اول حاجه في الشغل اهتم بالناس الصغيره. الناس الصغيره مهمه، يعني انا سكرتيرتي مهمه، الريسبشن اللي بتقابله على الباب مهم. الناس دي مهمه بالنسبه لك، الناس دي هم اللي بيساعدوك ويسندوك ومهمين جدا بالنسبه لك. ما تحاولش تتصادم، مفيش حاجه اسمها ان انا على حق وعلى باطل. التصادم هنا حاجه مش مطلوبه ومش مرغوبه. علاقتك بالناس تبقى شكلها ايه؟ شعره معاويه، ما تقطعهاش. بره الشغل بين كرامه، افهم الناس بتعيش ازاي. حاول تبقى ضيف، انت ما زلت ضيف في البلد، فخليك ضيف ظريف. شوف الناس قواعدها بتعمل ايه. الناس ما بتدخلش في حياتك طالما انت ما بتدخلش في حياتك. لكن انا لسه كنت بجاوب على سؤال دكتور بيقول يا جماعه انا بسوق على السرعه القانونيه، في ناس بتعدي وبتضايقني. شهيره معروفه جدا في الاماكن اسمها رود ريج. لا ما احنا بنسوق، ده احنا بنطنش، ده احنا مش عارف بنجيب بنقول الرادار ليه. وتعرف على الناس وشوف هم اخبارهم ايه. انا ضد ان انت يا صباح الخير يا جارك، انت في حالي انت في حالك وانا في حالي. اعرف البلد. انا شفت زملاء هنا بقى لهم 20 سنه ما يعرفش البلد فيها ايه، ما يعرفش اخبارها ايه، ما يعرفش يقول لك انا ماليش دعوه بالسياسه، ماليش دعوه باللي بيحصل، ماليش دعوه بالمشاكل، ماليش دعوه بالاقتصاد. طب ما انت مالكش دعوه، فانت مش جزء في صناعه القرار. انا ما زلت اتذكر اول سنه ليا في بريطانيا كان في انتخابات، لقيت الناس كلها نازله انتخابات. يا جماعه انتوا مالكمش صوت، مالكمش قيمه، مالكمش هدف. لا دي حاجه، ده واجب مهم. انا جزء من البلد، انا صوتي بيفرق وصوته فعلا بيفرق. مفيش حاجه بقى لا والله ده هم كده واحنا قاعدين على قلبهم.
ده ادى الى موجات كبيره جدا من الكراهيه للناس. في موقف من المواقف اللي حضرتك بترد عليها على الفيسبوك او كده علق معاك، حسيت ان هو يعني موقف غريب؟ تذكر موقف الزميل فاضل، انا دايما برد بشكل ساعات يبدو للناس فيه بعض الحده، فيه بعض الترفع، وانا مش برد، انا برد عليك ما هو انا ما يفيدكش ان انا ارد عليك بمنطق مصر، يفيد ارد عليك بمنطق بريطانيا. انا كان كلامي للناس يا جماعه انت جاي ضيف، جاي اقعد مع الناس، افهم الناس، فكر في يعني زي ما انت عايزهم يرعوك انت كمان راعيهم. فلقيت زميل فاضل لا ده انبطاح، ده مش عارف ايه. فانا كان موقف غريب جدا. انا بقول لك اقعد باحترامك، ده انا لا اقبل ان حد في بلدي يقوم بشك بحاجه مختلفه، فانت ليه متخيل؟ فلقيت هجوم كبير جدا. حاجه تانية اللي بستغرب لها، الناس جايه بمشاكلها ومعتقداتها هنا ولا لازم نعملها. طب انت جاي ليه؟ ما انت مش هتحوش فلوس، انت مش هتلاقي، انت جاي للرحله، جاي عشان ولادك. انا عايز اعلم ولادي وبعدين اسيبهم. طب ما هو ولادك هيتعلم في انجلترا، هل في مخاطره ان هو يتطبع بطبع البلد؟ والله في ناس زي مش شايفاها مخاطره، شايفه ان ده جزء من الرحله. لكن ان انا ولادي ينزلوا بقى يحبوا بقى مصر ويعشقوا تراب السودان ويحلموا بايامهم في الصومال، ده مش هيحصل. واحنا شفنا كده من الزملاء الكثيرين جدا عاشوا سنين عمرهم في بلاد عربيه، حتى الاطفال اللهجه نفسها بقت لهجه العربيه الجميله المحببه لينا كلنا. حاسس ان انا طولت على حضرتك. لا ابدا، احنا اهلا بيك فؤاد، انا سعيد جدا بلقائك انا اسعد والله حقيقي، والكلام يعني مش عايز يخلص يعني عشان الوقت وعشان برضه هتسيبك تروح. نصيحه اخيره توجهها ثلاث اشخاص. اول شخص فريش جراديوت لسه متخرج في مصر وعايز يجي يوكي. تاني حاجه لسه واصل يوكي وهيبدا في وظيفه تدريبيه، في وظيفه غير تدريبيه. وثالث حاجه حد هنا في يوكي بقاله 3-4 سنين وبيحاول يخش تريننج وما قدرش ومزنوق في الحته بتاعه السيرفيس جوب اللي هي هتتاخد وتروح منه دي. فكلمه لكل واحد من دول. فرصتك موجوده لو هتنفع البلد، زي اي بلد في الدنيا متقدمه ومتطوره. طبعا انا بسمع ساعات كلام لا ده انجلترا دي فلست، ده انجلترا. انا يا دكتور بدر بمنتهى الحياديه شفت في انجلترا وبيوت اطباء مصريين لا تحلم ان انت تشوفها في مصر. الانجليز ما بيحبوش يتظاهروا بالماده، ما تفرقش معاه. واحد من اعز اصدقائي وهو يعني يمتلك ملايين من اسرته ومن شغله وانجليزي الاصل والهويه، بيجي بقميص مقطع يقول لك ده بيريحني. في مصر في فرص كتيره للتدريب، اشتغل على نفسك مهما كان هيفضل عندهم نقص في الطب، وحتى لو ما عندهمش نقص في الطب لو انت متميز شغلك دايما بيبقى فيه فرصه. خد تخصص، خد خبره واشتغل فيه بايديك واسنانك. قصه لا طب انا هاجي اليو كي اجربكم، لا احنا مش عايزينك تجربنا، يعني تيك ات اور ليف. الشخص التاني عينك في وسط راسك، بدايه الشغل في يو كي دور على الشغل اللي بعديه، شوف هم عايزين ايه، ودايما عينك على التدريب. في ناس نون بايورتي دخل التدريب وهدفك ان انت تستمر في اليو كي. الشخص اللي بقاله 3-4 سنين لو انت وصلت لمرحله ان انت بتخايف من شغلك يمشي، يبقى انت في المكان الخطا، يبقى انت ابتدي ما عملتش الشغل كفايه. خلصت الزماله ولا لا؟ خلصت البورتفوليو بتاعك ولا لا؟ ما زال في اغلب التخصصات، مش كلها بس اغلبها، في تخصصات استشاري في نقص، وما زال في ناس انا بشوفها جايه من مصر على وظيفه استشاري. وصلت بمستواك ان انت تبقى لوكم كونسلتنت ولا لا؟ انجلترا مشكلتها انها مش بلد للراحه، فقصدنا تروح تعمل شغلك وتروح البيت وتنام، انت مش ده سلو البلد. سلو البلد انت دايما بتدرب وتفكر. حد كان شغال في مصر في تخصص معين وجه هنا عشان يجي يوكي، جه تخصص تاني، فبدأ من الاول تاني خالص، وبعد ما قعد سنتين حس ان هو مش لاقي نفسه التخصص ده. في الطب النفسي انا اغلب الناس كده، يعني اغلب الناس اللي دخلوا طب نفسي في مصر وفي بريطانيا، هو انا كان في شاب فاضل بيسال نفس السؤال على جروب من يومين 3، قلت له طب اسال اللي حواليك، لو لقيت الطب النفسي كان من اول 3 تخصصات هم فكروا فيه ارجع لي. لو انت في فرصه تدريبيه بيعملوا اختبار حقيقه رياليتي تشيك، كمل يا ابني وكمل. انا شفت ناس كتيره جدا سابت تخصصها وجت تخصصي، العكس ممكن يحصل. لكن امسك بايديك واسنانك في فرصه مش هتلاقيها. مفيش حد بيعجبه شغلته يا دكتور بدر، هات لي دكتور يشكر في تخصصه. طبعا انا ساعات بلاقي الزملاء لا انت لو خدت جلديه او خدت اشعه، طب انت جربت جلديه جربت اشعه، تتكلم عن ايه؟ انت في مكان لقيت فرصه تدريبيه امسك فيها يا ابني. البلد بتقفل، هتحط نفسك في النون بريورتي وهتحط نفسك في التقدم. وبعدين انا حاليا عيني كمدير وكاداره وكبلد على ولادي اللي دافعين 150,000 جنيه في الطب. لما هتيجي تدخل حتى يعني البريورتي اول القصيده، المرحله اللي بعد كده اؤكد لك ان الاولويه هتبقى للخريج كليه الطب. الخطوه اللي بعديها ان انت تبقى يو كي جراديوت وانجليزي. طبعا في بلاد مستثناه، في بلاد غنيه جدا عامله اتفاقيات زي لينخنشتاين وسويسرا، عامله اتفاقيات مع بريطانيا
بيدفعوا مئات الملايين، ودول هيكملوا، فدول احنا مش منهم. انت جاي في تخصص مفيش حاجه اسمها، انا في عرفي مفيش تخصص اسمه انا بحبه وما احبوش. العيان هو خلص واستقر، وبعد كده وانت عندك 40 سنه حبيت تغير تاني، تدخل جراحه، تدخل مش عارف ايه يعني، بس تبقى ضامن. لكن انت مش عاجبك الجراحه، طب خلاص، طب ايه البديل؟ دايما هو ايه البديل؟ انا مش عاجبني بيتي، طب هنام في الشارع؟ سواء الكلام عاجب الناس او مش عاجبهم، انا شايف تغيرات كبيره جدا النظره للاجانب في بريطانيا وفي اوروبا. فهو مش هيقف معاك. طبعا في شباب بتحلم بحاجات معينه، لكن اللي انا شايفه اللي انا شفته ان التغير، حتى التغير في الشارع ليا انا شخصيا شفت ده، تغير معامله الناس ليا في الشارع بعد 26 سنه في بريطانيا بتختلف جذريا في السنتين الاخرانيه. ده المواطن العادي، فما بالك بالمنظومه اللي عايزه تكتسب ثقه هذا المواطن ده للاسف. ولا اعتقد ان الحاجات دي هتقل. دي حاجه غريبه جدا 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 على المجتمع الانجليزي، ظاهره تؤكد ان في خلل في النظره لينا. الحاجه الثانيه ومنتهى الصراحه، الخلل موجه لفئات معينه، لكن ما تلاقيش مثلا في خلل ضد الصينيين، وهم ناس في منتهى الاحترام، منتهى الجمال، وليهم مدن، في ما فيش بلد كبيره في انجلترا ما فيهاش حي صيني، لكن الناس دي ما فيش احداث موجهه ليهم. جزء منها الصراعات السياسيه، لكن الجزء الاغلب هو السلوك للمواطن الاجنبي اللي لم يتخلى بشكل كافي وحاول يندمج في عاداته وتقاليده. ده بيخلى المواطن الانجليزي العادي مش عارف يتصرف ازاي، بقى غريب في بلده. انا بالنسبه لي خلصت اسئلتي. هل حضرتك حابب تضيف اي حاجه من عندك؟ عملت في حياتي مع اغلب جنسيات العالم. انا طبيب نفسي، بدخل بيوت الناس في انجلترا، في بيوت ناس من كل الناس. كلمه حق تتقال في حق الشعب الانجليزي، هو شعب محافظ جدا، وشعب احنا في الطب النفسي بنسميهم انتروفيرت، يعني هم منغلقين نفسهم. الضيف دايما مرحب بيه طالما ضيف خفيف. وانا بعد سنين طويله جدا، واهلي يعني ليا اهل دلوقتي في انجلترا اكتر ما ليا اهل في مصر، بقول للناس يا جماعه خلينا ضيوف خفاف، نندمج في البلد. محدش بيقول لك غير نفسك، محدش بيقول لك غير هويتك او تنازل عن شخصيتك، لكن زي ما هم الناس مستحملينك استحملهم. دي نصيحتي للناس. دكتور مصطفى، يعني متشكر جدا على الوقت اللي خصصته ليا النهارده، وعارف ان ده جه بعد معاناه بقالنا اسبوعين بنحاول نحدد الميعاد لا، اهلا بيك يا دكتور احمد، واهلا بيك واهلا بيك كل الزملاء الجمال اللي هيسمعوني، الا طبعا اللي في منهم اللي اصلا مش ناوي يسمعني من الاول، بس واهلا بيهم برضه. اهلا بيهم كلهم. الطب امانه، وانا احب ان انا اساعد ببعض خبراتي، وبقول للناس يا جماعه لو كلامي مش عاجبك اسمعوا. انا اتعلمت في حياتي وانا اقترب من 60 حاجه ان النصيحه الحقيقيه اللي هي ما تعجبكش دي النصيحه اللي تفيدك، لكن اللي هيوافقك هيفيدك بايه. بالتوفيق يا دكتور احمد، نشوفك على خير. شكرا جزيلا دكتور مصطفى. مع السلامه.